شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، هذه قضية يعني ليس وليدة اليوم، هذه قضية يعني خلالها بعد كبير. معالي الرئيس، يعني تحدثنا الكثير عن هذه القضية. هذه القضية يعني الضحية من المواطن، من الضحية المواطن. يعني اليوم كم حريق صار في المملكة البحرين من أسباب هاي العمال. في أول شيء في حريق في القضيبية، وآمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الله يحفظه بتشكيل لجنة. وين نتائج هذه اللجنة؟ ما شفنا أي لجنة، ما في أي نتائج من هذه اللجنة. الحين الحريق الأخير هم بعد تشكلت لجنة، بعد نفس القصة بعد بتصير بتبخر هاي نتائجها. معالي الرئيس، اليوم تتحول البيوت إلى سكن عزاب، وتتقسم البيوت إلى عديد من القرف. من المسؤول؟ ليش تقسمت هذه القرف وتقسم هذا البيت من غير ما يتراجعون إلى البلدية؟ وين دور البلدية؟ وين دور الصحة؟ وين دور وزارة العمل؟ هناك في اشتراطات معالي الرئيس، هناك في اشتراطات، ليش ما تنفذ على أرض الواقع؟ اشتراطات تدخل فيها وزارة الصحة، تدخل فيها وزارة الداخلية، تدخل فيها وزارة العمل ووزارة البلديات والتجارة. اليوم نطالع إنه إذا كان التاجر إذا ما لي العامل تو جديد ما حط طالع عنوان، وقفوا عنه بعض الأمور، قالوا له لازم إنه يكون له العامل، لا إنه يكون له عنوان في سكنه. وين هذه؟ المفروض إن وزارة العمل توضع قوانين على صاحب العمل انه يوفر للعمال اللي بيجيبهم من برا سكن لهم بعيد عن احياء السكنيه. اليوم العامل قاعد يشرك، العزاب قاعد تشارك له احياء السكنيه. الضحيه المواطنين معالي الرئيس، المواطنين هم اللي تصيدهم المشاكل. من فتره صار اغتصاب طفل عمره ما يقارب 5 سنوات في رمضان ليلة 27 في مدينة عيسى. وأنا أشكر معالي الوزير الداخلية اللي اهتم في هذه القضية. وين العامل؟ شنو الإجراء اللي اتخذوه ضده؟ الله العالم تبخر ذي الموضوع. واليوم الطفل هو الضحية، الطفل هو الضحية المتعقد من ذاك الفترة لهذه الفترة، لا يقدر يروح المدرسة، لا يقدر يطلع يلعب مع الأطفال، لا يقدر أي شيء. هاي طفل، هاي الضحية. معالي الرئيس، لازم أن نوضع حلول حق هذه القضية، لازم أن نوضع لها حلول، لأن المشكلة عودة، ليس مشكلة بسيطة. أن مو بعد أن نتكلم وبس بعدين تبخر هذه الأمور، لا، لازم أن نوضع حلول يا معالي الرئيس. لأن القضية ليس في مدينة عيسى، ليس في أي مكان، القضية في عامة مملكة البحرين. فلازم معالي الرئيس أن نحط لها حلول ونطلع بمخرج يعني يفيد المواطن البحريني. شكرا معالي الرئيس. الله يسلمك سعادة الوزير.